بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نشرح ليسون 3، اخر ليسون في يونت 3. الدرس ده بعنوان نيتروجين، واحنا اتكلمنا عن الكربون دايوكسيد واتكلمنا عن الاكسجين في التو ليسونز اللي فاتوا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الليسون الاخير، وهو ليسون سهل جدا. شبه الدروس اللي فاتت بالظبط، يعني بنتكلم عن نفس الفكرة، ان احنا عندنا غازات، والغازات دي بندرسها، فبنعرف الغازات دي خصائصها ايه، وبتتكون من ايه، والامبورتنس بتاعتها والاضرار بتاعتها وهكذا. فاحنا النهارده بنتكلم عن النيتروجين، والنيتروجين ده جاز زي الاكسجين كده بالظبط، وزي الكربون دايوكسيد بنتكلم عن جاز برضه. الجاز ده موجود في الاتموسفير. طيب المولكيول بتاع النيتروجين بيتكون من كام اتوم؟ احنا عارفين ان في حاجه اسمها مولكيول. اسمها ايه؟ مولكيول. مولكيول يعني جزيء، يعني جزء. كل ماده متكونه من مجموعه مولكيولز. المولكيول نفسه، المولكيول ده اللي هو يعني اصغر حاجه ده، بيتكون من حاجات اصغر منه اسمها اتوم. يعني اتوم مع اتوم تكون لي جزيء، يعني اللي هو مولكيول. يبقى كل شويه اتومز مع بعض يكونوا لي مولكيول. فالمولكيول بتاع النيتروجين بيتكون من كام؟ بيتكون من اتنين ايه؟ اتنين نيتروجين اتوم. يبقى المولكيول اوف نيتروجين consist of two atoms of nitrogen. يبقى رمزه ايه؟ رمزه N2. رمز الاتوم الواحده N، وهم كام N؟ هم اتنين اتوم بيكونوا المولكيول بتاع الايه؟ بتاع النيتروجين. طيب النيتروجين ده احنا بندلعه او بنسميه اسم تاني، اسمه ازوت. يعني النيتروجين ده في الاسم اللي في الكتب وفي الحاجات دي بنسميه ازوت. ماشي، وده معناه لايفلس، يعني بيتسمى لايفلس لان هو مش ضروري قوي في حياتنا، بس هو موجود بنسبة كبيرة. يعني هو احنا بنسميه ازوت و ولايفلس، يعني مش مؤثر قوي في حياتنا يعني، لكن ليه استخدامات برضو، بس يعني مش خطير. ال النيتروجين ليه مش مهم قوي في حياتنا؟ لان هو ما بيستهلكش في عملية التنفس. يعني انا لما بتنفس، احنا قلنا بنتنفس اكسجين، وبنطلع ايه؟ بنطلع ثاني اكسيد الكربون، بيطلع كربون دايوكسيد. انا ما بستخدمش النيتروجين في عملية الريسبيريشن يعني التنفس، ولا بستخدمه في عملية البرنينج، في عملية الاشتعال مثلا. فهو دونت هيلب ان بيرنينج، يعني ما بيستخدم، ما بيساعدش على الاشتعال. فهو ملوش استخدامات كتير، هو ما مش مؤثر قوي. يبقى doesn't help in burning and not included in respiration process، يعني مش موجود في عملية الريسبيريشن، وما بيساعدش don't help in burning، يعني ما بيساعدش على الاشتعال. طيب هو نسبته كام في الجو؟ يعني هو كبير ولا يعني موجود كتير ولا موجود قليل؟ يعني الاكسجين كان قليل جدا. طيب وكان الكربون دايوكسيد اقل من الاكسجين. طيب هو النيتروجين موجود بنسبة قد ايه؟ موجود ب 78% في الارث's اتموسفير. يبقى موجود بنسبة قد ايه؟ 78% من الاتموسفيريك او من الارث's اتموسفير. طيب بيقول لي نيتروجين is the most important part in protein and composes the tissues of living organisms. هو اهميته بقى، هو طبعا مش معقول ملوش استخدامات خالص، لا ليه استخدامات بس يعني، او ليه اهميه قليله. احنا جسمنا في حاجه اسمها البروتينز، حاجه اسمها البروتينات، والبروتين ده حاجه مهمه جدا عشان احنا نعيش بشكل افضل. وفي نفس الوقت عندنا حاجه اسمها التيشوز دي اللي هي الانسجه، الخلايا الصغيره قوي في جلدنا وكده، اسمها tissues of living organisms. فهو مهم جدا في عمليه بناء البروتين and composes of tissues، عمليه بناء برضو الانسجه. يبقى احنا قلنا ان اسمه ازوت، وقلنا ان هو لايفلس،
وقلنا ان نسبته 78% اوف ايرث اتموسفير، بس ليه استخدام في عمليه ال most important part in protein، اهم جزء في البروتين، وفي نفس الوقت composes the tissues of living organisms، موجوده في الانسجه بتاعه الانسان. طيب الرياكشن بقى بيتفاعل ازاي؟ نيتروجين رياكتس اوكسجين، بيتفاعل مع الاكسجين في في اللايت، يعني في وجود البرق اللي هو لايتنج، ده اللي هو البرق او بمعنى اصح ماس كهربائي، او بيحصل حاجه زي البرق كده. بيكون ايه؟ بيكون نيتروجين اوكسايدز. دايما بيجي في الامتحان يقول لك ان النيتروجين بيتفاعل مع الاكسجين ويكون لي ايه؟ بيكون لي اوكسايدز. دايما افتكر ان لما اول ما تتزنق قلت لك انا فعلت حاجه مع الاكسجين كونت لي، دايما افتكر كلمه اوكسايدز. اوكسايدز جاي من الاكسجين، فالنيتروجين هيتفاعل مع الاكسجين وهيكون لي اوكسايدز. هيكون لي ايه؟ هيكون نيتروجين اوكسايد. النيتروجين اوكسايد ده ايه اهميته؟ بيتفاعل او بيوصل السويل اللي هي الارض، يعني الطينيه اللي هي التربه، مع الووتر بتاعت المطر. يعني المطره بتمطر وبيوصل النيتروجين اوكسايد ده للتربه، وبيوصل النيتروجين اوكسايد ده للتربه. يبقى النيتروجين اوكسايد بيوصل ازاي للتربه؟ في الاول خالص النيتروجين بيتفاعل مع الاكسجين، وبعدين يمشي مع الميه وايه، ويوصل للسويل. السويل يعني تربه. تربه يعني ايه؟ يعني الارض الطين، يعني اللي هو الارض الطينيه اللي بنزرع فيها. بيقول لي الليجامز بلانت زي كلافر والبيس والبينز، دول بينتجوا البروتين بمساعدة النيتروجين، يعني produces أو produce proteins from nitrogen gas by help of بمساعدة specific types of bacteria. يبقى الامبورتنس of bacteria ايه؟ ان هي helps to produce البروتين from nitrogen. يبقى ال specific types of bacteria دي بتستخدم النيتروجين جاز to produce protein. ما ننساش الحاجات دي خالص. طب بنحضر النيتروجين ازاي في المعمل؟ انا بجيب ووتر كده، بحط ووتر فروم ذا تاب، وبعدين بسخن كبر، بفعله مع الايه؟ مع الاكسجين، يعني بفعله مع الاكسجين. طيب جاي منين الاكسجين ده؟ يبقى طريقة تحضير النيتروجين، بعمل ايه مع النيتروجين؟ عشان انا هدفي في النهاية ان انا يبقى عندي غاز النيتروجين. ركز معايا عشان هي لفة شوية. انا دلوقتي عندي الاير، الهواء اللي انا اللي موجود، الهواء الاير ده اللي هو موجود عندنا خالص ده انا بيتكون من ايه؟ بيتكون من اكسجين، وبيتكون من كربون دايوكسيد، وبيتكون من نيتروجين. فانا عشان اوصل للنيتروجين بعمل شويه مراحل كده عشان افصل النيتروجين عن الكربون دايوكسيد وعن الاكسجين. فالاول خالص بخلي الهواء بتاعي يعدي على هيدروكسيد الصوديوم، او الصوديوم هيدروكسيد، او بوتاسيوم هيدروكسيد. يبقى البيكر ده او الكونتينر ده بيحتوي على او جواه صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد. ليه؟ عشان يمتص ثاني اكسيد الكربون، عشان يبقى يعني يفصل لي الكربون دايوكسيد فروم ذا اير، يفصل سيبريت ذا كربون دايوكسيد فروم ذا اير. وبعدين الهواء يطلع تاني، يعني الهواء دخلته من هنا، ادي الميكسد اير اهو الهواء، وبعدين الهواء هيطلع كده يمشي هنا، يقوم واصل لحد هنا، يدخل جوه هنا. لما يدخل جوه هنا هيتفاعل مع مين؟ هيتفاعل مع الصوديوم اور بوتاسيوم هيدروكسيد، وبعدين يطلع تاني يعدي على ايه؟ على هيتد كبر رياكتس وذ اوكسجين، هيتفاعل مع الاكسجين. الهيتد كبر التاب دي او النقطه دي فيها كبر،
الكبر هيتد كبر، الهيتد كبر ده هيمتص ايه؟ هيمتص الاكسجين. يبقى فصلت، عملت سيبريشن للاكسجين، هيفضل لي ايه؟ يبقى انا هنا فصلت السي او 2 وهنا فصلت الاو 2، هيبقى فاضل لي ايه؟ هيبقى فاضل لي النيتروجين. اوكي، ده كده طريقه تحضير النيتروجين. بيقول لي اعمل زي ما في الشكل كده. open the tab to push the air inside the first flask. دي اسمها الفلاسك اهي، دي كده اسمها فلاسكه، ودي اسمها فلاسك. هنعدي الهواء على اول فلاسكه او فلاسك. بعد كده then air passes through sodium or potassium hydroxide to absorb يعني يمتص small amount of carbon dioxide from the air, then the air passes over the hot copper to combine يعني عشان يتفاعل مع الاكسجين formed in the air. برضو بيعمل لها عمليه absorption و collect the produced gas، يعني افصل بقى او جمع البروديوس جاز اللي هو النيتروجين. انا فصلت السي او 2 وفصلت الاكسجين by displacing the water downward، يعني العمليه الديسبيسمنت برضو اللي احنا قلنا عليها، ان الهواء بيدخل هنا ويفضل يطلع لان هو كثافته اقل، الدنس بتاعته اقل من الووتر، فبيطلع فوق في فوق كده، وبعدين ابتدي افصل. يبقى انا عندي اير هنا، عندي هواء دخل في الفيرست فلاسك وبعدين طلع دخل في السكند فلاسك، فصل هنا السي او 2 وبعدين طلع تاني دخل على الكونتينر ده او دخل على التيوب دي، قام فاصل لي الاو 2 وبعدين قام داخل على الميه، طلع فوق لان هو الدنسيتي بتاعته lower than density of water، فهيطلع in the upper part of this tube. طيب الكلام ده انا عاوزكم تقروه. عندنا بقى حاجه اسمها البروبرتيز اوف نيتروجين، حاجه اسمها البروبرتيز اوف نيتروجين، مجموعه اكتيفيتيز عندك في الليسون ده. مهمه ان انت تقرا الاكتيفيتيز. طبعا ما فيش وقت ان احنا نشرح كل اكتيفيتي، ولكن هنقول سريعا ان عملنا تيست على الكالر والسميل اوف اوكسجين جاز ان سلندر. طبعا هي مش الاكسجين جاز، هي النيتروجين جاز. خلاص، طلع لي colorless and tasteless and odorless gas. الكولكشن بتاع البريبريشن اوف نيتروجين collected by displacement of water downward، احنا قلنا لان هو dissolve scarcely اللي هي شحيح الذوبان في الميه، يعني hard to dissolve in water، يعني لان هو بيدوبش في الميه وفي نفس الوقت الدنسيتي بتاعته اقل من الميه. لان هو لو بيدوب في الميه ما كناش عملنا displacement، كان هيدوب اول ما يوصل للميه كان هيدوب. بيقول لي ان النيتروجين doesn't help in burning ما بيساعدش على البيرنينج اللي هو الاشتعال يعني او الاحتراق. بيقول لي برضو ان هو combines with lighted magnesium، بيتفاعل مع المغنيسيوم ريبون اللي هو يعني عمود كده من المغنيسيوم composing white substance. الوايت substance دي اللي هي الام جي او. add water and smell the gas. بعد ما هيعمل برضو activity جديدة، هلاقي لما اعمل احط ميه وبعدين smell the gas rising as result of magnesium burning in nitrogen، هيطلع لي جاز. الغاز ده ريحته وحشه او ريحته نفاذه قوي، اسمها امونيا جاز، يعني اسمها ريحه الامونيا، with very pungent smell، يعني ريحه وحشه جدا وريحه نفاذه جدا، اسمها ريحه الامونيا. والامونيا دي الامونيا تيرنس بتحول الريد ليتموس بيبر انتو بلو. خليك فاكر دايما ان هي بتحول الريد لبلو. الامونيا اعرف ازاي الامونيا؟ طبعا انا ممكن في المعمل ما اقدرش ان انا اشمها، فبجيب ليتموس بيبر وبقوم ايه حاططها ريد ليتموس بيبر، بجيب واحده ريد بلاقيها اتحولت ل ممكن نعمل كوندنسيشن للنيتروجين تو ليكوفايد ستيت، يعني ممكن اخليه يبقى اعمل له ليكوفيكيشن، يعني اعمل له عمليه يعني اخليه سائل. النيتروجين هاز نيوترال افكت
ammonia has alkaline effect on litmus paper. يعني النيتروجين نفسه على الليتمس بيبر بيخليها ما بيغيرش لونها. يعني لو جبت ريد هتفضل ريد، لو جبت بلو هتفضل بلو. اما الامونيا has alkaline effect on litmus paper بيخليها من الريد تو بلو. الامبورتنس اند يوزز اوف نيتروجين، اهميه النيتروجين. بنملى بيه عارفين الكاوتش بتاع العربيه، بنملى بيه الكاوتش اللي هو بتاع العربيه. ليه؟ لا due to constant volume at the change of temperature. يعني هو ما بيتاثرش قوي بالحراره. ليه؟ عشان كده بنعمل يوز او using it in filling car tires. بنملى بيه الكاوتش بتاع العربيه اللي هي الاطارات بتاعه العربيات due to its constant volume at the change of temperature. تعالوا ناخد مثلا importance تانية. ناخد مثلا it's used as foil fertilizer، يعني بيستخدم كسماد. and ammonia nitrates، دي انواع من السماد. يعني هو بيستخدم في الفرتلايزرز اللي هي المقويات يعني للتربه، زي ايه؟ زي الامونيا نيتريت. عندنا بروبرتس كتير عاوزكم تقروها. اقروا 4 و5 6 و7. بنستخدمه في صناعه السيليستين زي ما احنا شايفين. طبعا انا مش هقرا لكم ده كله، دي حاجات مفهومه يعني ان انتوا تقروها على طول. بنستخدمه في البريزرفيشن بتاع الفود، ان احنا بنعمل عمليه حفظ للطعام ونقله. يعني عارفين العربيات اللي بتنقل الطعام بنستخدم فيها النيتروجين. كده احنا خلصنا الدرس ده. هو درس سهل جدا زي ما احنا قلنا، بنستخدمه في عملية الزراعة. ماشي اهو. فانا عاوزكم تقروا. انا يعني بشرح لكم الفكرة الاساسية للدرس. هو درس بسيط جدا، محتاج بس منكم شوية مذاكرة وشوية حفظ. يعني هو محتاج حفظ كتير. افتح الكتاب بتاعك وابتدي احفظ. اهم حاجة تعرف لي بس الجزء اللي في الاول هو بيتكون من ايه ونسبته قد ايه وطريقة تحضيره. تفهم كويس هو بيطلع منين. ادي الاير عديناه على كذا عشان ايه؟ يعمل ابزورب، يعني يمتص كذا، وبعدين عديناه على كذا عشان ابزورب كذا، وبعدين اعمل ديسبيسمنت للنيتروجين ان ووتر. ليه بعمل ديسبيسمنت؟ لان هو ما بيدوبش في الميه، وهكذا. فانتوا اسمعوا الدرس تاني وحاولوا تبقوا شاطرين. واعتقد ان انا شرحت لكم الدرس كفكره سريعه كده. واي سؤال يقف قدامكم ابعتوا لي وانا هجاوب لكم عليه ان شاء الله. متشكر ان انتوا مهتمين بالقناه وبتبعتوا اسئله مهمه فعلا. اتمنى توفيق لكم. كنت معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنتقابل في فيديوهات تانية كتير. باي باي.